تعالي اقولك ازاي البتر فلاي ما بياخدش معانا 5 دقايق. وكمان هنشوف الصوص بتاع الزبدة اللي بنحط عليه ده مش بياخد معانا وقت خالص. وكمان هقولك ازاي ان انتي ممكن تعملي البتر فلاي على نوعين، يعني مش لازم تعملي نوع واحد، وده كمان تركية حلوة جدا. يلا بينا علشان نشوف بيتعمل ازاي، بس يا ريت نشترك في القناة. اول حاجه بنجيب الجمبري. انا بحب لما اجيب الجمبري اشطفه شطفه عاديه، وبعد كده اروح حطاه في ليمون وميه 5 دقايق، يعني حوالي ليمونتين كده على كيلو الجمبري، و5 دقايق كده فيه. وبعد كده اروح شطفاه شطفه بسيطه. بعد كده زي ما احنا شايفين ما بياخدش معانا وقت خالص ان احنا نفتحه. باجي من اول الراس، من بعد الراس كده في الاخر، اروح فتحاه، وبعد كده اروح شايله منه كيس الرمله، واروح بايديا كده اروح ايه فتحاه. تمام، زي ما احنا شايفينه كده. وطبعا هو مغسول وخلاص، يعني انا لما بغسله قبل ما بفتحه. هجيب دلوقتي الطاسه سخنه واحط فيها معلقتين من الزيت، وبعد كده معلقه من السمنه او الزبده، ويجي احط فيه الجمبري. بفتحه بايديا الاول، وبعد كده حطيت شويه صغيرين من الملح، وشويه صغيرين زيهم من الفلفل الاسمر، ولما قلبتهم الناحيه التانية برضو نفس النظام. وهكرر كده، ولو احتاجنا زيت او سمنه بنحط تاني. عايزه اقول ان ما ينفعش الجمبري ياخد سوا خالص. الجمبري هو كل على بعضه في اي نوع من الوصفات بتاعه الجمبري بتاخد معانا 5 دقايق على النار. لان الجمبري لو سويناه اكتر مش هتاخدي بالك، هو مش بيتهرى، هو بيجلد. يعني مش مثلا تقولي ايه لا ده اتهرى مني، لا ما بيحصلش كده. هو تيجي تاكليه تحسي كده ان هو مجلد، فبنغير طعمه. وبصراحة الطعم بتاعه بيبوظ الجمبري او الطريقة بتاعته. بعد ما خلصته ممكن تقدميه كده وخلاص، ممكن تاكليه كده بشوية رز وخلاص. لكن هنعمل دلوقتي مع بعض الصوص. هنجيب دلوقتي برضو معلقتين من الزيت، وحطينا بقى يعني حوالي 3 معالق من السمنة، وبعد كده معلقة صغيرة من البابريكا، وحطينا الليمون، حطينا نص معلقة من الثوم. تمام زي ما احنا شايفين. واخر حاجة قبل الكريمة حطينا المعلقة كبيرة كده من المستردة. دي كريمة الطهي. انا كريمة الطهي مش بشتريها خالص، انا بعملها في البيت. بتكون بصراحة يعني توفير، وفي نفس الوقت طعمها ما يفترش حاجة عن كريمة الطهي اللي احنا بنشتريها. بس دي كمان افضل عشان ما فيهاش مواد حافظة. واخر حاجة حطيتها كانت الشبت. انت ممكن تقللي من الشبت، بس انا بصراحة كتر مني. تمام. الصوص بعد ما هنخلص هو دلوقتي بقى ايه، تحس ان هو تخين شوية. ممكن بشوية مية او شوية لبن، تمام، اللي هو الحليب، وتزوديه شوية صغيرين. بس بصراحة هو كده برضو حلو. تمام. بعد ما حطيته كله، انا حطيت جزء منه في الصوص، والجزء التاني خليته كده من بره، علشان خاطر زي ما قلتلك في البداية ان انتي البتر فلاي تقدري تعمليه بنوعين في نفس الوقت. ومجرد بس يعني تسخينة بسيطة وكده خلاص بنقدمه مع بقى رز، مع سلطات، زي ما انت عايزة. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم. ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة.